تركات أكل الفسيخ والرنجة. يا ترى هقدم الرنجة كاملة بالشكل ده وأستعمل جوانتي وأقدمه للناس بالشكل ده؟ طبعا ما ينفعش أقدم لحد الرنجة كاملة براسها وبديلها ولا أدي جوانتي، ده مش صح. أقدر أعمل كده مع أصحابي القريبين قوي، مع عيلتي القريبة، لكن لما يبقى في ضيوف ما ينفعش أقدم الرنجة كاملة ولا جوانتي. الصح زي ما احنا شايفين أنا بجهزها سهلة للناس بالشكل ده، والناس بتاخد وتحط في طبقها. وهنشوف كذا طريقة لأكل الفسيخ والرنجة. يا ترى شوكة وسكينة؟ طبعا شوكة وسكينة. هقطع بالشكل ده، احط السكينة بتاعتي على الطبق وابدل ايدي واخد العيش بتاعي واقطع بايدي بالشكل ده، واكل القطعة بتاعتي واكل قطعة العيش. دي طريقة صح. في طريقة تانية اقدر استعمل الشوكة بس، اقطع بالشوكة بالشكل ده وهاخد القطعة بتاعة العيش بتاعتي وهاكل. في طريقة، ودي طريقة صح. في طريقة تالتة برضو ممكن. هعمل ايه؟ هقطع بالشوكة والسكينة قطعة كبيرة بالشكل ده وهاخد العيش بتاعي، وممكن اعمل ساندويتش. احط القطعة بتاعتي بالشكل ده، وطبعا زي ما احنا عارفين بمعلقة الطحينة بحط الطحينة في الطبق بتاعي، وبعد كده بالمعلقة بحط الطحينة على القطعة بتاعتي واحط البصل المتقطع بالشكل ده، وبإيدي بصباعين وبصباعين وممكن بتلاتة بإيد واحدة آكل بالشكل ده. وألف هنا.